السلام عليكم. نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. شكون اللي مازال يجي هاد الشراك العريان يابس، الاطراف تاعو يابسين، الحشو هذاك يجيها يابس ومش معسل اطلاقا. نقول لك جبت لك اليوم وصفه الورشات اللي يقربها بالدراهم، لكن جبتها لك انا ببلاش، فقط ترحموا عليا. ديروا هاد الوصفه وعينيكم مغمضين، مديت لكم فيها جميع اسرار نجاحه من الالف للياء. وشوفوا لي هذاك التعسال اللي يجي في الحشو، يجي وكأنه قلب اللوز ما لبسوس، راهو امامكم. يجي وكأنه صابلي يتفتت وحده وحده. نروحوا مع بعضنا نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير، وما تنسوش في طريقكم الاعجاب والبارطاج. في الاول راح نبدا بالكاوكاو. انا شريت كاوكاو بلا قشور ابيض، حطيته في صينيه ودخلته للفرن على 200 درجه مده 10 دقائق حتى ل 12 دقيقه. غير يسخن معاكم نخرجوه، ما لازمش تحمروه، لازم تخليوه على بياض. بمجرد يسخن يعني نحيولو فقط هذيك الرطوبه اللي فيه ونخرجوه. هذا الكاوكاو كيما راكم تشوفوا لازم تحلوا الحبه على 2. دوك نقول لكم وعلاه، خاطر في الحبه تاع الكاوكاو تلقاو واحد الراس هذاك لازم يتنحى باش ما تجيش الريحه والطعم تاع الكاوكاو. على بالي العمليه صعيبه، ديروه في السيار ولا ديروه بيديكم، بصح النتيجه راح تجيكم مثاليه. وهو سخون هكا رايحه نرحيه في الروبو. استخدمت انا الكيل هذا، الكاس هذا تلقاوه في محلات بيع الاواني يدير غير 5000. كيلت بيه 3 كيلات تاع كاوكاو. وانا في العاده تاعي ديما نزيد نصف كيله على 3 كيلات. علاه؟ نقول نلقى الزايد خير من نسخص. كي تسخصوا راح نزيدوا تضيعوا الوقت وتروحوا تزيدوا تدخلوه يسخن وتزيدوا ترحيوه، ما رايحين تديو وقت خلاف وتتعطلوا اكيد. درت 3 كيلات نتاعي وزدت نصف كيله في الاخير، ورايحه نحطو على اعلى سرعه. يترحالي مليح مليح، لازم ترحيوه بودره، يعني حتى وين يحبس معاكم هذاك الروبو يولي ما يقدرش يزيد يرحي كتر. واش هي؟ ما تعجنوش، ترحيوه رقيق خلاص، بصح ما تعجنوش، خاطر كون يتعجن من بعد راح يتحجر معاكم هذاك الكاوكاو. ما لازمش يرجع عجينه كيما راكم تشوفوا. هنا ترحى مليح، راهو مازال سخون هنايا. كيما راه نهبطو في صينيه ولا في قصعه كيما حبيتيو نتوما ونفتحو من بعضاه. من بعد نروحو للسكر. السكر هنايا هو نورمالمون ديرو 3 كيلات بكيلة سكر. انا ديما نقص على الكميه كيما نقولوا الاصليه، ندير كيله غير ربع برك تاع سكر، يجيني معسل ويدوب السكر هذاك مليح وما يجيش حلو يكهم. نحل هذاك السكر مليح مليح هكا، ندخلو كيما نخدمو قلب اللوز ولا دخلو مليح في الكاوكاو، ونعاود نرجعو يترحى للمره الثانيه. وهذا هو السر اللي يخلي الكاوكاو هذاك يجي معسل ويجي طري ويجي كالزبده وما يتحجرش معاك، ويبقى الاطول مده طويله وهو اطري. نعاود نرحيه، وكي نعاود نرحيه المره الثانيه شوفوا كيفاه راني نحرك في هذاك الروبو باش ما يتعجنش معايا ويترحى لي هذاك السكر مليح. هاد العمليه راح تسرع العمليه تاع ذوبان السكر. نفرغته في بول، ضفت ملعقه تاع ديسير فاني وملعقه ديسير مبشور الليمون، من الاحسن ديروا الاخضر. ونضيف نفس الملعقه هذيك ممسوحه سمن، ما تضيفوش الزبده، ضيفوا السمن يا البنات، خير وخير. اللي ما عندهاش دير على روحها المارغرين. نخلط هاد المكونات في الاول مع بعضهم، من بعد نجيب ماء الزهر ونبدا نعجن في هذاك الحشو. نعجنوه مليح مليح، نضيفوا في كل مره هذاك ماء الزهر ونعجنوا، نضيفوا ونعجنوا حتى يظهر معنا الخيط الابيض. واش معناها الخيط الابيض؟ يعني تظهر معنا هذاك الحليب الابيض وكانه يولي فيه حليب ابيض هذاك الحشو. دوكا كي تخدموه وديروا الوصفه راح تشوفوا هذاك الخيط اللي نهضر لكم عليه. كي تشوفوه ما تحبسوش نتوما تقولوا صاي او جرى معنا، ما بقاو ضيفوا في الماء حتى تتحصلوا على عجينه تتلاصق في الايد كيما راهو موضح في الصوره، طريه بزاف وتتلاصق خلاص. كي تكوروها شوفوا كيفاه تجي طريه خلاص كي الزبده، وشوفوا كيفاه تتلاصق في يدي. كل ما ديروهاش هكا راح من بعد تنشف معاكم بزاف وتضطروا تضيفوا لها بزاف الماء ولا عفوا ماء الزهر.
نغطي الان الحشو تاعي بابي فيلم ونخليه يبات ليله كامله. لازم تخليوه ليله كامله باش يتعسل معاكم ويذوب هذاك السكر نهائيا. نروح الان للعجينه بنفس الكاس اللي كيلت بيه. درت 3 كيلات تاع فارينه تكون مغربله. الفارينه هي دي 45 ديروا تاع الحلويات، ما ديروش تاع المعجنات. درت 3 كيلات وبنفس الكاس رايحه الان نكيل ليدام. ليدام هنا يكون بدرجه حراره الغرفه، ما تذوبوش. هذا هو السر الثاني ولا الثالث في الوصفه. يعني الوصفه هذه راهي مميزه بهذا البسوس. ندير كيله غير ربع من السمن. انا استخدمت سمن المرجان، نتوما استخدموا اي سمن تفضلوه، بصح المرجان يجي روعه في تشارك به. درت كيله غير ربع من السمن، ناقصه صبع هكا من السمن، مش غير ربع، ناقصه صبع يا البنات. ودرت 2 مغارف، ملعقه وشويه هكا تاع مارغرين. المهم كملت الكيله نتاعي بالمارغرين. المارغرين استخدمت لابيل، نتوما استخدموا اي ماركه تفضلوها، بصح بلابيل يجيكم ولا اروع. عمرت الكيله نتاعي خلاص كيما راكم تشوفوا. من بعد راح نحطها فوق الحشو. درت قرصه نتاع الملح باش ما يجيش مسوس وما يجيش هكا ماصط، لازم يجي بنين. وضفت ملعقه تاع ديسير بودره الفاني، تقدروا ديروا ليكيد بصح هي بودره خير. دخل هذيك الزبده مليح مليح في الفارينه ونبسسها عادي كيما نبسو اي عجينه. نحبكها بيديا مليح مليح حتى تدخل في بعضها. واذا لاحظتيو هنا ما ضفتش الزيت. انا نضيف في لاباط نتاعي الزيت، نضيف 2 ملاعق زيت بعد ما نبسس هذيك الفرينه. علاه نضيفها بعد الزبده باش نبسس مليح هذيك العجينه، يعني نبسسها في الزبده ونزيد نبسسها بالزيت. تعرفوا يا البنات يجيكم يذوب ذوبان. وضفت ملعقه بيان بومبي كبيره نتاع سكر غلاس، هكا يجيكم بنين بالبزاف وما يجيش ماسط. من بعد رايحه نزيد نبسس كيما قلت لكم بيديا هكا نمحرو مليح مليح. وهنا في المرحله هذه تلقاو روحكم وكانكم حطيتيو فيه الماء، بصح نتوما عاده ما زلتيو ما حطيتيوش. من بعد بنفس الكيله درت كيله مزيج بين الماء وماء الزهر، وبديت نجمع في العجينه نتاعي ونعجن فيها. شوفوا كيفاه راني نعجن فيها بصباعي. ندخل الماء هذاك حتى تولي العجينه طريه 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 بزاف، ويبدا يظهر فيها حتى هي الخيط الابيض. لازم ديروها طريه بزاف. وين تعرفوا وقتها تحبسوا الماء ديروا هذا التيست الصغير، تكوروها بعد تطرحوها هكا في كفيتكم وتحاولوا تروليوها كيما الكاطو غولي. تلقاوها ما فيها لا تشققات لا حرشه لا والو، تلقاوها ملسه وطريه بزاف. نغطي العجينه نتاعي بابي فيلم كذلك ونخليها تبات ليله كامله مع الحشو. هذه الطريقه راح تخلي التشارك نتاعكم يجيكم يهبل يهبل. وشوفوا هنا الصباح، شوفوا الحشو نتاعي كيفاه قيتو، خاطر درتو يتلاصق في الايد، قيتو معسل ومازال يتلاصق في الايد. شوفوا يا البنات كيفاه يجي وكانه لوز طري طري زبده. الحشو درتو 20 غرام، وهذه هي كيما نقولوا الوزن المثالي للحشو. يجي معمر من داخل وما يجيش تاكل غير في العجينه، يجي شغل توازن بين العجينه والحشو. اما العجينه درتها 35 غرام، وتاني هذا هو الوزن المثالي للتشارك باش يجيكم الحبه واقفه وباينه، ما يجيكمش صغير بزاف. وانتم هنا عندكم حريه الاختيار في الوزن. انا درت 35 عجينه و20 حشو لاني نحبوا فيه الحشو، وتاني العجينه هذيك ما تجيش بزاف. جبت الان العجينه نتاعي كويره هذيك، روليتها في يدي، درتها حربوش صغير، عبزت عليها. من بعد رايحه نطرحها بشكل يكون مستطيل كيما راهو موضح في الصوره. كي تفتحوها هنا افتحوها رقيقه وعدلوا هكا بالكوباط. علاه تفتحوها رقيقه؟ باش من بعد التوريق هذاك يجيكم خفيف ويتورق معاكم ويجي البسوس هذاك حنين. من بعد حكمت الحشو نتاعي وشكلته بهذا الشكل اللي وضحته لكم في الصوره. درت كورني منه يخرج لي هذاك الحشو تاع التشارك. من بعد نبدا نرولي في العجينه ونضغط على الاطراف، نفرميها مليح ونضغط عليهم، وتجنبوا يعني ما تضغطوش على الوسط باش من بعد يتورق معاكم ويجيكم مليح. نغلق عليه من تحت هكا كيما راهو موضح في الصوره،
واذا لقيتيو هكا فيه الهواء عاودوا خربوا فقط البلاصه وعاودوا لصقوها عادي نورمال. من بعد ريحه نضغط غير على الاطراف ونخدم هذوك الاطراف مليح بيديا بثلاث صباع فقط. هذاك الصبع هذاك الاخير، الاصبع الاخير هذاك ما تحطوهش فوق الاطراف، حطوا غير الثلاثه هذوك وروحوا للنص، رقوا الاطراف وروحوا للنص يبقى لكم خشين. نورمالمون فهمتيوني. من بعد عادي نشكلوا الحبه. وقبل ما نشكلوها نعطيكم سنتيمتراج. عندنا 17 سنتيمتر. انا الكوباط نتاعي هذا فيه 19 سنتيمتر، ديما نقص عليه شويه. 17 سنتيمتر تجيكم الحبه مثاليه، تجي مليحه شكلها مليح. وهذوك الاطراف ديما كي تشكلوا الحبه نتاعكم تاع التشارك لصقوها من مليح مع بعضهم باش كي يطيب من بعد ويزيد يتحل شويه ما يتحلش خلاص وتتشرك معاكم هذيك الحبه وتولي لكم باشعه، يعني كي تفتح تجي مش مليحه في الشكل. كي نحطوه ديما هذوك الاطراف تساميهم قد الحبه الثانيه باش كي يتفتحوا كذلك ما يتفتحوش بزاف، يكون كاين حاجز. كملت الحبات نتاعي بنفس الطريقه، وهذه حبه كملتها معكم في عجاله باش ما يجيش الفيديو بزاف طويل وتملوا منه. انا حاولت نمد لكم كامل الاسرار تاع نجاحه وخاصه للمبتدئات باش ما تلقاو حتى اشكال. شوفوا الحبه كي تشكلوها الله يبارك كيفاه تجي. ديما رقوا الاطراف ودوروه ولصقوا هذوك الاطراف مع بعضهم. وهذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها بعد ما شكلته ندخله الان للمجمد يقعد 10 دقائق. وهذا الحشو للامانه بقاو لي 10 حبات. هاد ال10 حبات ديسيديت باش ندير معاكم بهم التشارك المسكر بوصفه اخرى اللي تجي كذلك رائعه. خبيه بشيه بعد ما جمد هذاك، مش جمد خلاص يولي يابس بصح يا البنات توليو تتحكموا فيه بسهوله، يعني تهزوه وتحطوه وما يبقى يشطح في يديكم ما والو. نروح ندهنوا الان بيض. حكمت بيض بيضه خفقتها بالفرشيطه، دهنته بالبنسو وحطيته في كاوكاو ابيض كنت رحيته وصيرته الخشين هذاك خدمت به، والرقيق نخبيه ندير به كاش حشو. شوفوا يا البنات الحبات تجي متحوفه ونحطهم في البلا في نفس بلاصتهم. كملت كامل الكميه وندخلهم الان يطيبوا في فرن يكون مسخن مسبقا على 200 درجه. نديرهم في الرف السفلي على 200 درجه لمده 10 دقائق فقط. طيب وغير 10 دقائق باش ما يبش معاكم هذاك الحشو. كي تشوفوا الاطراف هذوك نتاعو احماروا مش حماروا بزاف يعني صفاروا ولا لون تاعهم مليح، نزيد نشعلو من فوق يدي غير اللون هذاك الذهبي ونخرجه. كون يطول معاكم او يبس الحشو ما يجيكمش مليح. من بعد شوفوا لي الحبه والنتيجه اللي تحصلت عليها الله يبارك. كاين اللي يخليوه كيما وريت لكم في الاول، كاين اللي يرشوا عليه هكا السكر الناعم، وفي كل الاحوال شوفوا لي النتيجه كيفاه جا. تحط الموس نتاعك يدخل خلاص، وانا هنا راني نسيس فيه باش ما يتكسرش معايا. شوفوا الله يبارك يجي مورق والحشو نتاعو يجي معسل تعسال. شوفوا الله يبارك وكانه قلب اللوز، يعني تمسوه يبقى معسل. كانت هذه هي النتيجه، وهذه هي الحبه بعد ما قسمتها تجي تذوب ذوبان. نقول لكم جربوه وعلى ضمانتي. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، ما تنساوليش الاعجاب والبارطاج هكا باش يوصل الفيديو لاكبر عدد من المتابعين. وبربي ان شاء الله رايحه نمتعكم بالوصفات الاقتصاديه والتقليديه. نقول لكم على بروشين.